مصدر من الأهلي عن القرار المنتظر بالانسحاب من الدوري العام. النادي الأهلي خلال الساعات القادمة سيعلن عن قراره، ولكن بعد التشاور مع كل المسؤولين. كشف مصدر من داخل النادي الأهلي عن القرار المنتظر خلال الساعات القادمة، وذلك بعد ما حدث الآن في القمة وإلغاء القمة. النادي الأهلي حسب ما أعلن في بيانه سيعلن عن انسحابه من الدوري العام لو حدث ما حدث بالفعل في مباراة القمة، حكام مصريين ورفض تأجيل المباراة. فبالتالي كده المفروض بقى النادي الأهلي يعلن عن انسحابه من الدوري، لأن جمهور النادي الأهلي لن يقبل إن الأهلي يلعب بعد كده عادي في الدوري ويتم اعتباره مهزوما من الزمالك، لأن كده خلاص حتى لو الأهلي كسب بيراميدز برضه بيراميدز هياخد الدوري. فعشان كده لن يقبل جمهور النادي الأهلي إلا بقرار، وهو الانسحاب من الدوري. لأن لو الأهلي عمل أي حاجة غير كده يبقى الناس دي كلها من أول الخطيب لأصغر واحد في الإدارة يقدموا استقالتهم بعد المهزلة دي. يا إما النادي الأهلي يعلن عن انسحابه من الدوري أو يقدموا استقالتهم. فبالتالي المصدر من الأهلي بيقول إن هناك دلوقتي مشاورات بتتم ما بين أعضاء مجلس الإدارة ومحمود الخطيب وبعض المسؤولين في الدولة زي وزير الرياضة وكده، علشان يعلن الأهلي عن قراره بالانسحاب ويكون بالاتفاق مع كل المسؤولين.